يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين. هنعمل مع بعض النهارده تشيكن بيكاتا بس بالتاتش بتاعي، وبجد طعمها خطير. وانا بقولك من هنا اهو من مطبخي، بقولك لازم تتشجعي وتدخلي تعملي اكلات جديده. في طبق حطيت شويه دقيق وهبتبلهم بملح وفلفل وكمون، وهقلب كويس جدا. وعندي صدور دجاج مقطعاهم قطع صغيرة، مش قطع صحيحة، يعني البانيه مقطعاه كده قطعتين، يعني قطعة البانيه مقطعاها حتتين. وهبتدي ان انا ابدره بالدقيق والمتبل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سخنت الطاسة وحطيت فيها شوية زيت صغيرين، وهنزل بصدور الدجاج اللي انا هشوحها كده، هقليها على الجنبين. انا مش حاطة زيت كتير. هقلبها على الجنبين لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو، واتأكد ان هي استوت. هي مش هتاخد وقت خالص، احنا كلنا عارفين ان البانيه بيستوي بسرعة جدا. هو كده خلاص وصل للون اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اللي انا اشيله في طبق على جنب، وفي نفس الطاسة لو انت عايزة تعملي فيها بقية الوصفة، بس انا محبتش وجبت طاسة تانية وحطيت فيها شوية زبدة، وحطيت بصلاية مقطعة قطع صغيرة، وكنت مقطعة مشروم برضو مقطعة كده شرايح كبيرة شوية علشان احس بطعمه ويبقى ظاهر. وهديله تشويحة بسيطة مع البصل. والتاتش بتاعي علشان تحس بطعم مختلف، هنزل بفصين توم هقطعهم شرايح بالشكل ده، مش هحطهم مفرومين. وهبتدي اشوح كل ده مع بعض. وهضيف فلفل الوان، ده طبعا على حسب رغبتك انتي. انا حبيت ان انا احط الفلفل كده بدري، لان انا مش عايزة المشروم يتشوح قوي علشان احس بطعمه، واحس اللي هو باين، لان لما بتك عليه في السوا او في التشويح بحس اللي هو بيختفي. فبحب كده اللي هو يقرمش تحت سناني هو والفلفل والخضار عامة. فاديتله كده تشويحة بسيطة. هو بس حسيت اللي هو هيدخل في التتبيل، يعني هيدبل شوية وبس كده، ده كده خلاص يبقى ممتاز معايا. وهنزل بصدور الفراخ اللي احنا شوحناها مع بعض، وهبتدي اللي انا اقلب. وهكون محضرة كريمة لباني. انا عندي كريمة طهي كنت جايباها، وحسيت اللي هي ممكن تقعد فترة طويلة، ومش انا مش هستعملها في التلاجة. وهي على فكرة خدوا بالكم ليها صلاحية فتح، اول ما تفتحي العلبة هي ليها صلاحية 3 ايام بس. وعلشان تحافظي عليها تجيبي قوالب التلج وتحطيها فيها. انا عملت معاكم فيديو قبل كده وحطيتها في الفريزر، ولما بحتاج بطلع كام قالب وباخده بشتغل بيه. طريقة بجد اللي انت تحافظي عليها بالطريقة دي بتبقى ممتازة، وكأنك لسه جايباها حالا. تطلعي كده كام مكعب على حسب استعمالك فقط. وتاني تاتش معانا حطيت شوية بسطرمة مع الخضار والمشروم والفراخ، وشوحتهم كده مع الخضار كلهم، ادالها كده نكهة حلوة قوي. البسطرمة اختياري مش اجباري، انا بس كانت موجودة عندي فحبيت ان انا احط عليها التاتش بتاعي، وبجد طلعت طعمها مختلف. وانتي طبعا لو ما عندكيش ما تحطيش، يعني الوصفة مش هتبوظ. حضرت بقى مرقة دجاج كده ودوبتها كويس في مية، وحطيت عليها ديمي جلاس، صوص الديمي جلاس، ونزلت عليه بقى بالشكل ده. وهبتدي اللي انا اقلب. وهضيف كريمة لباني، دي بقى الكريمة اللي انا كنت مجمداها في الفريزر بجد، يعني كأنك لسه جايباها حالا. وهحط عليها بقى شوية لبن، وهبتدي بقى اسيبها على النار لحد ما احس ان الصوص تقل معانا شوية، وخد كده من البهارات بتاعة الفراخ، وخد من طعم المشروم، وكل حاجة كده اتجانست مع بعضها. اول ما احس خلاص ان الصوص تقل معانا وهطفي النار، قبل ما اطفي هعصر عليها عصرة ليمونة، وهبشر بشر ليمون. الليمون بقى بيديها مزازة كده بجد، تحفة تحفة تحفة. انا عندي مبشرة ليمون صغيرة، بس انا كنت مستعجلة وما كنتش لاقيها بصراحة، كنت ببقى حطاها كده على التلاجة بس ما كنتش لاقيها، فاستعملت الكبيرة يعني، فما تتريقوش عليا. تمام تمام. عايزة اقول لكم بجد ان الريحة كانت فظيعة بجد، يومي 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 قوي. وانا جعت بصراحة يعني التاني وانا بعمل مونتاج. هبتدي بقى ان انا دقتها وحسيت ان هي محتاجة شوية فلفل بوصات. انا ما حطيتش طبعا ولا ملح ولا اي حاجة، استكفيت بالماجي اللي انا حطيتها.
وعملت بقى جنبها رز حبة بحبة. انا كنت اول مرة اعمله في البيت، بس انا اكلته قبل كده وعجبني جدا، فحبيت ان انا اجربه المرة دي. ما عملتش رز ابيض لان بحس ان الرز الابيض يعني فتة، ما بحبش اكله مع اي حاجة تانية، وطبعا الاكلة دي مش هتنفع معايا رز بالشعرية. فانا حبيت ان انا اغير شوية واعمل رز حبة بحبة، بس بجد عجبني قوي. وبس ده البيكاتا اهي، بجد طعمها خطير، لازم تجربوها وتشجعي كده وغيري من مطبخك واعملي اكلات جديدة، ولازم تجربي. هستنى رأيكم وباي باي.